هاي يا شباب، انا مش شايف حاجه. الفيديو اللي فات قريت كل الكومنتات اللي كانت موجوده، ومعظم الناس كانت عايزه انمي لوجيك 2، فجس وات يعني عملت انمي لوجيك 2. بس كده، سلام. انت ممكن تفتكر ان الحلقه خلصت كده، بس انت لو بصيت تحت هتلاقي مده الفيديو اكتر من 3 دقايق اساسا، فاكيد الفيديو ما خلاص يعني. المشكله انا مش عارف حاطط لي الانترو في انهي فولدر. ثواني كده بس. اول حاجه واللي ملهاش اي تفسير لغايه دلوقتي، شرح التقنيات. لما شخصيتين يدخلوا فايت مع بعض، فالشخصيه الاقوى بتشرح قدرتها والقوه بتاعتها للشخصيه الثانيه، فالمفروض الثاني دوت بيعرف نقطه ضعف اللي قدامه فبيكسبوا في الاخر. طب يعني ليه الغباء؟ ستوب، هو انت بتضحك ليه؟ ايه المضحك في الموضوع؟ يا ابني ما انا الشخص الشرير، انا المفروض اضحك في الاول عادي. طبعا مش عارف تضربني، لان الجهاز اللي معايا دوت بيخليني اتحرك في المكان بسرعه الضوء، والجهاز دوت بتوصل بالشاحن اللي هنا. من غير كهرباء الجهاز دوت مش هيشتغل. ثواني كده، يعني لو شلت الشاحن من الكهرباء انت مش هتعرف تتحرك. ايه ده؟ It was at this moment that he knew. He fucked up. ونروح لتاني حاجه وهي ماد هاوس لوجيك. طبعا كلنا عارفين ان استوديو ماد هاوس من احسن الاستوديوهات اللي بتعمل انمي، وجوده الانيميشن فيه بتبقى عاليه جدا، لكن ما تفرحش قوي لما تتفرج على انمي من ماد هاوس، لانك في الاخر هتتذل عشان ينزل له جزء تاني. فانا مش فاهم ليه، يعني الانمي بينزل وبينجح جدا، فانت ليه ما تعملوش جزء تاني؟ وعشان افهم ليه سافرت اليابان مخصوص ودخلت الاستوديو عشان اعرف هما بيفكروا ازاي. وهيو، ودي الكلمه الوحيده اللي هقولها بالياباني، وهكمل الباقي بالعربي زي رأفت الهجان كده. دلوقتي بعد ما خلصنا اول جزء من الانمي عايزين افكار للجزء الثاني. افكار! انا بقول ان احنا نعمل شخصيات جديده بقدرات اقوى بحيث ان هي تبقى احسن من الجزء الاول. انا من رايي نعمل الانمي زي المانجا بالظبط من غير اي تغييرات. طب ونفكر ليه؟ ما احنا ممكن ما نعملش جزء ثاني اساسا. هو ده اللي بتكلم عليه. وتالت حاجه واللي ناس كتير قوي بتلاحظها، صوت البنات في الانمي. حاجه مستفزه جدا. مهما كنت بتحب الشخصيه فانت هيجي وقت من الاوقات هيضايقك الموضوع. يعني كمثال هنا من ناروتو، دي اكتر شخصيه بنت انا بحبها في الانمي كله، بس طول الانمي ما بتقولش غير كلمه واحده، ناروتو كون، بس بتقولها بصوت واطي يعني بطريقه مستفزه. ففي احتمالين ان مؤديه صوت ناروتو بتتكلم بالطريقه دي. اول احتمال موقفين وراها مصارع روماني ماسكها من رقبتها فما تقدرش تقول حاجه الا ناروتو كون وبتقولها بالعافيه. الاحتمال الثاني هو ان مؤديه الصوت دي بتاخد فلوس كتير جدا، فالاستوديو سجل ناروتو كون ومشاها واخد ناروتو كون كوبي بيست وكمل بيها بقيه الحلقات. ورابع حاجه وهي التشجيع في عالم الانمي. لما الشخصيه الرئيسيه مثلا بتبقى في موقف صعب جدا وفي حد عايز يشجعها، فاللي بيشجعها دوت لازم يقول اسم الشخصيه، الاسم بس كده كده. مفيش انمي ما فيهوش الحوار دوت، لازم كل انمي يبقى فيه كده. دي قاعده عند اليابانيين وهبسطها لكم بالفيديو ده. والمشكله ان الموضوع ده في الاخر بيضر الشخصيه ذات نفسها. يعني في بليتش اوروهيمي قالب كوروساكي كون 16 مره في حلقه واحده، وبتستغرب هو ليه بيتضرب. ما اكيد لازم يتضرب، ما هو متشتت مش عارف يبص لك عشان بتنادي عليه ولا يركز مع الراجل اللي بيضربه. فليه ما ياخدوش طريقه التشجيع بتاعتنا احنا ويحطوها في الانمي؟ خش عليهم يلا، خش يا محيي يا محيي. خامس حاجه وهي مرتبطه بالجزء اللي فات، الصوت الياباني فيرسز الدبلجه. دام عليك اكيد سوف أنتقم من أصدقائي وأقتلك أيها الوحش الشرير. هيا. الحلقه كده خلصت تقريبا. ان شاء الله الحلقه الجايه عايز اعمل فيديو اجاوب على الاسئله بتاعتكم في الكومنتات. يا ريت تسالوني اي حاجه انتوا عايزين تعرفوها، وهنزل بوست في صفحتي على الفيس هتلاقوا اللينك في الديسكربشن. ويا ريت تتفرجوا على ال4 فيديوهات دول، وما تنسوش اللايك وسبسكرايب وشير. اشوفكم الحلقه الجايه.